فيلمنا بيبدأ مع عيلة يوشي وبتكون عيلة متوسطة في اليابان وعايشين مع بعض في شقة صغيرة في مكان راقي في مدينة طوكيو. والعيلة بتتكون من يوشي الأب وابنه كينجي وبنته يوي وأمهم ميتسوي. وبيكون كل واحد فيهم في حتة معتمدين على التكنولوجيا اللي بتسليهم، فكل واحد فيهم بيبقى بيعمل حاجة، يا على الموبايل يا بيتفرج على التلفزيون. المهم إنهم موجودين بس مش موجودين في نفس الوقت، ومفيش حاجة بتجمعهم كعيلة مع بعض ولا حتى في وقت الأكل. وبتبدأ الأحداث مع يوشي اللي بيصحى من النوم متأخر وبيلاحظ إن المنبه مش شغال، فبيجري يجهز نفسه بسرعة وبيسأل مراته متسوي الساعة كام، وبتكون هي كمان مش عارفة. وبيطلع إن كل الساعات اللي في البيت متعطلة، ومش بس كده، دي كمان بتقوله إن كل حاجة شغالة بالكهرباء في البيت اتعطلت بسبب انقطاع الكهرباء. وبتقلق يوي وبتصحى من النوم عشان التكييف والتلفزيون مش شغالين، فبيحاول يوشي إنه يتصل على شركة الكهرباء، ولكن بيكون التليفون الأرضي كمان مش شغال. وبيغيروا هدومهم وبيطلعوا من البيت علشان يروحوا الشغل والمدرسة. وفي العمارة بيشوفوا الجيران كلهم مستنيين طلوع الأسانسير، وبيكون كمان الأسانسير عطلان برغم من إنه ليه مولد كهرباء خاص بيه. وبينزل كل الناس على السلالم وبيبقوا كلهم مستغربين وبيسألوا بعض إيه اللي تسبب إن الكهرباء تتعطل بالشكل ده. يوشي بيكون متأخر على الشغل وخلاص جاب آخره، فبيروح لمحطة القطر، لكن برضه بيلاقيه زحمة جدا بالموظفين والطلبة، وده طبعا بسبب عطل الكهرباء اللي بيبقى مأثر على كل القطارات. بالتالي محدش بيكون عارف يروح أي مكان، وبيحاول الناس إنهم يتصرفوا ويركبوا أي حاجة لو حتى أتوبيس عام، بس العربيات أو أي حاجة بتشتغل بالمحركات بتكون متعطلة. أما كينجي فبياخدها من قصرها وبيركب عجلته عشان يروح بيها المدرسة، والطريق بيكون فاضي بسبب إن مفيش أي عربيات شغالة. بيشوف كينجي الموظفين وهم عمالين يجروا في الشوارع علشان بس يوصلوا لشغلهم، وهم بيقولوا له يا ابن المحظوظة عشان بيستخدم وسيلة المواصلات الوحيدة اللي شغالة في حالتهم دي. وأخيرا بيوصل يوشي للشركة اللي شغال فيها وهو بيجري، وبيكون باب الشركة ما بيتفتحش غير بالكهرباء. وبعد تفكير طويل من الموظفين بيقرروا إنهم يكسروا إزاز باب الشركة عشان يعرفوا يدخلوا ويشتغلوا. ومعرفش إزاي ما جاش في بالهم إن أكيد أجهزة الشركة برضو مش شغالة، لكنهم بيكملوا بيحسوا بالإحباط جدا لما بيشوفوا الأجهزة فعلا مش شغالة برغم من المولدات الموجودة. وبنرجع لميتسوي اللي بتكون بتطلع الزبالة بره البيت، فبتقابل جيرانها وبيتكلموا مع بعض عن الكهرباء اللي قطعة دي. وبيروح الجيران يشتروا شموع من السوبر ماركت علشان لما الليل يجي، وبتكون ميتسوي مستغربة علشان بتبقى فاكرة ان الكهرباء هترجع على طول قبل ما الليل يليل يعني، بس بتروح وراهم تشتري عشان تاخد احتياطاتها. وفي السوبر ماركت بيكون في ناس كتير جدا وكلهم زحمة على الأكل والمية، وبتقف ميتسوي بعد ما بتشتري في طابور طويل علشان تحاسب عند الكاشير، بس بيطلع الكاشير وبيبلغ الناس إن الماكينات متعطلة وإنهم مش هيقبلوا غير الدفع كاش وبس. فبيروح الناس يقفوا في طوابير ماكينات ATM عشان يسحبوا فلوس، بس الماكينات بتكون هي كمان متعطلة ومحدش عارف يتصرف في فلوس. وبنرجع ليوشي اللي زمايله في المكتب بيبقوا بيتكلموا على إن المرة دي عطل الكهرباء مش طبيعي، وإن أكيد في كارثة حصلت بس ما بيبقوش عارفين إيه اللي حصل بالظبط. وبيضطر مدير الشركة إنه يخلي الموظفين يروحوا بيوتهم علشان ما ينفعش يشتغلوا من غير الأجهزة بتاعتهم. وفي طريق يوشي للبيت بيعدي على محل بيع عجل، والأسعار بتكون غالية جدا بسبب استغلال الناس للظروف اللي بتحصل دي، بس يوشي بيكون مضطر فبيشتري واحدة رغم إن سعرها غالي جدا. وبيجي الليل وبتتعشى العيلة مع بعض على نور الشموع، وبتكون دي أول مرة من سنين العيلة تتجمع ويقعدوا ياكلوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض على نفس السفرة. وبيكتشف كينجي في الحمام إن الحنفيات ما بتطلعش مية، ويوي بتكون مستغربة جدا لأن المفروض الكهرباء ما تأثرش على المية في المواسير. وبتخلص العيلة أكلهم وبيروح كل واحد على أوضته، وبيحس الأولاد بالملل علشان مفيش إنترنت أو موبايلات، فبتطلع العيلة للبلكونة وبيتفرجوا على السما وبيلاقوا المدينة كلها مضلمة والنور بيجي بس من القمر، والنجوم بتبقى واضحة جدا في السماء بسبب انعدام الضوء على الأرض لأول مرة من سنين. وبيقعدوا كعيلة في البلكونة طول الليل وبيتونسوا ببعض. وبيجي تالت يوم ولسه الكهرباء قطعة، وبتكون شقة العيلة في حالة وحشة جدا، الأطباق في المطبخ كلها متوسخة في الحوض علشان المية قطعة، والغسيل متعلق على حبال جوه الشقة عشان مفيش مجفف للملابس. ومن غير كهرباء أسلوب حياة الناس اختلف بدرجة كبيرة خلال بس ال3 أيام دول.
ولما يوشي بيروح الشغل بيلاقي المدير بيأمر الموظفين إن محدش يجي الشركة لحد ما الكهرباء ترجع. فبيتضايق يوشي وبيقول لزمايله إن من غير شغل مش هيعرف يصرف على عيلته لأنه مش هيكون في مرتب. فبيقول له زميله إنه لازم يخلي باله من عيلته وإنه يحاول على قد ما يقدر إنهم ينجوا من الكارثة دي. وبيقول إن العيشة في المدينة خصوصا بقى لو كانت زي طوكيو هتكون صعبة جدا في الظروف اللي البلد بتمر بيها، وده لأنه قريب الأكل والشرب هيخلصوا من المدينة والناس أكيد هتجوع. بيخلصوا كلام وبيقتنع زميله، وبعد الشغل بيشوف يوشي زميله ومعاه عيلته وقرروا إنهم يمشوا ويسيبوا المدينة علشان يعرفوا يعيشوا في مكان تاني. وبيفكر يوشي إنه يعمل زي ما عمل زميله، بس بيبقى عنده أمل إن كل حاجة هترجع طبيعية قريب. وفي وقت تاني بتروح ميتسوي لخزان مية كبير عشان تملى الجردل اللي معاها منه، لكن لما بتوصل بتلاقي ناس كتير هناك وبيطلع إن المية اللي في الخزان خلصت كلها. فبترجع هي والناس وبيبقوا محبطين عشان مش لاقيين حتى مية يشربوها. وبعد ما ماكينات سحب الفلوس اتعطلت بيقرر يوشي يروح البنك علشان يسحب فلوس من حسابه، لكن البنك بيكون زحمة جدا والناس بتزقه وبتضرب بعضها علشان يدخلوا الأول وبتعم الفوضى. فبيرجع يوشي للبيت وهو محبط. وبيجي اليوم السابع من انقطاع الكهرباء وبتبقى كل محلات التموين خلاص فضيت من أي سلعة، وكل المكاتب والمدارس اتقفلت، حتى المصانع كلها وقفت عن العمل. وبيبتدي كل السكان يتحركوا من المدينة ويعيشوا في الأرياف بسبب اللي بيحصل. وبتقرر عيلة يوشي إنهم هم كمان يتحركوا، وفي تاني يوم الصبح بدري بيحضروا شنطهم وبيتحركوا بعجلاتهم، وبيركب كل واحد منهم عجلة، وبيركب يوشي عجلته ومراته بتركب وراه. وفي السكة بيبقى لازم يبقى معاهم مية، ولما يجوا يشتروا بيلاقوا إن أصحاب المحلات بيستغلوا الظروف وبيبيعوا المية بسعر عالي جدا، بس ميتسوي بتقدر تفاصل وبتاخدها بسعر أقل شوية. وبيبتدوا رحلتهم وكل شوية بيرتاحوا شوية في الطريق، فبيقعدوا في حديقة ياكلوا حاجة ويكملوا طريقهم. وأخيرا بيوصلوا للمطار عشان يركبوا الطيارة ويوصلوا لأبو ميتسوي اللي عايش في الريف. هتقولوا إنهم أغبياء وطبيعي الطيران يبقى كمان مقفول، بس للأسف هما المرة دي مظلومين، وفي حد قال لهم إن رحلات الطيران لسه شغالة. ولما بيوصلوا بيشوفوا ناس كتير متجمعين بره المطار بيحبطوا بيشتكوا لإدارة المطار، وبيطلع إن كمان كل رحلات الطيران وقفت وحركة الطيران مش هترجع تاني لحد ما ترجع الكهرباء. وبكده بقى يبقى ملهمش حتى مكان يباتوا فيه، فبيروحوا فندق قريب من المطار، وهناك بتستغلهم مديرة الفندق وبتعلي سعر الإقامة جدا عليهم، بس ما بيكونش عندهم حل تاني غير إنهم يدفعوا. وبالليل وهم بيتعشوا بتقترح يوي عليهم إنهم يرجعوا لبيتهم تاني، لكن يوشي بيقول إن مفيش أي أكل أو شرب باقي في مدينة طوكيو، وإنه مستحيل إن حد يعرف يعيش هناك في الكارثة اللي بتحصل دي. وبيبقى مفيش حل غير إنهم يوصلوا لجدهم اللي عايش في الريف على العجل بدل الطيارات. وبيروح كينجي مع أخته تاني يوم الصبح لمحل كتب علشان يشتروا خريطة تساعدهم في تحديد الطريق. وبيروح الأب والأم يبيعوا إزازتين كحول غاليين كانوا معاهم علشان يشتروا عجلة وأكل. وبتكمل العيلة رحلة سفرهم، وبعد ساعات بيوصلوا للطريق السريع وبيشوفوا ناس كتير بتسافر مشي أو سايقين عجل زيهم ورايحين برضو للريف. وعلى وقت الغروب بتقف العيلة عشان تستريح، وبيقرروا إنهم يباتوا في الشارع زي باقي المسافرين. وبيشوف واحد ومراته وعيلة يوشي وهم بيشربوا مية، فبيترجوهم عشان يشربوهم من المية اللي معاهم عشان خلصوا ميتهم، بس يوشي ساعتها بيكذب وبيقول لهم إن دي آخر إزازة مية باقية معاهم. وبالليل بياكل العيلة وبيناموا على النجيلة في الشارع. وبتكمل العيلة طريقها الصبح وبيدخلوا النفق ضلمة، وبيبقى فيه جثث لناس ميتة وبتساعدهم ستات كبيرة في السن عشان يعدوا من النفق. وبيجي اليوم ال16 من كارثة انقطاع الكهرباء. ساعتها بتكون العيلة مخيمة جنب النهر وبتخلص منهم آخر إزازة مية، فبيضطروا إنهم يشربوا من النهر اللي بيغسلوا فيه هدومهم، وبيتحركوا بعيد عنه وبيكملوا طريقهم. وفجأة بتقوم عاصفة قوية، فبيضطروا إنهم يسيبوا العجلات وحاجاتهم في الطريق وبيستخبوا جوه النفق عشان يحميهم من المطر والعاصفة. ولما العاصفة بتهدى بيرجعوا تاني للعجلات، لكن بيلاقوا إن في عجلة كاوتشها اتخرم، وكمان كل هدومهم وشنطهم اللي فيها الأكل اتدمروا بسبب العاصفة. وبتكمل العيلة طريقها وبيوصلوا لمدينة قريبة من المكان اللي وصلوا له، وبيروح الولاد يدوروا على أكل ومية وبيسيبوا أهلهم يرتاحوا. وبيفرح الولاد قوي لما بيشوفوا إن في سوبر ماركت قريب، لكن بيلاقوا إن كل حاجة في قسم الطعام خلصانة. وبيدور كينجي على كاوتش للعجلة، لكن بيلاقي إن كل متعلقات العجل بتكون هي كمان خلصانة. ومش بيلاقوا أي حاجة قدامهم غير أزايز مية بطاريات، واللي بتكون المية فيها طبعا غير صالحة للشرب. وبتجيب يوي أكل قطط
وبيرجعوا لأهلهم باللي معاهم، وبتجرب تاكل من أكل الحيوانات وبيكون طعمه وحش جدا، لكن ما بيكونش في أي حل تاني عشان ينجو من الكارثة دي. وبيصلح كينجي إطار العجلة باستخدام غطا موبايله، وبتكمل العيلة رحلتها وبيفضلوا عايشين على مية البطاريات وأكل القطط لأسبوع. وبيقابلوا مجموعة من المسافرين في الطريق، وبيكون ده اليوم رقم 22 من وقوع الكارثة. وبيعلم المسافرين العيلة إزاي يستخدموا الأعشاب في الأكل، وواحد منهم بيصور العيلة بكاميرا فيلم قديمة بتشتغل من غير بطاريات، وبيوعدهم إنه هيبعت لهم الصورة لما الكهرباء ترجع في يوم من الأيام. وبتتحرك العيلة مع المسافرين لساعات لحد ما بيتفرقوا عنهم. وبيجي اليوم رقم 43 وبيوصلوا لحديقة مائية، وبيبقى فيها الناس بيصطادوا السمك وبياكلوه، فبيفرحوا، بس لأنهم منحوسين فبيروحوا يقفوا في طابور طويل جدا علشان ياكلوا، بس بتبقى كمية الأسماك محدودة جدا، ولما يجي دورهم بيلاقوا إن كل الأكل خلص واتباع. فبيتحايل يوشي على البايع إنه يديله ولو حتى شوية أكل للولاد، بس البايع بيتجاهله عشان مفيش حاجة يقدر يقدمها ليهم. وبتتحرك العيلة وهم يائسين ومحبطين، وبيتعبوا لأن خلاص مفيش لا أكل ولا مية. وفي يوم بيكونوا قاعدين في أرض زراعية، بيلاقي يوشي دودة على الأرض، وبيبقى خلاص هياكلها من كتر ما هو جعان، لكن الولاد بيلحقوه لما بيشوفوا خنزير قريب منه، وبيعرف يوشي إنه يمسك الخنزير، وطبعا كلهم بيبقى فرحانين جدا عشان أخيرا هياكلوا. ولما بيجوا يذبحوه فجأة بيظهر راجل غريب اسمه تاناكا وبيقطعه لهم بنفسه، وكلهم بيساعدوه وبيشيلوا الخنزير على العجلة ويودوه لمزرعة تاناكا. وفي البيت بيحضر لهم الأكل، وبينقضوا على الأكل من كتر الجوع، وبيفضلوا قاعدين عند الراجل لمدة أسبوع، وبعدها بيقرروا إنهم يكملوا طريقهم لأبو ميتسوي. وبعد 3 أيام بينتهي بيهم الطريق، وبيبقى قدامهم نهر ولازم يعدوه، وده عشان الخريطة اللي معاهم كانت قديمة. فبيقطعوا خشب وبيعملوا مركب، وبيخلوا ميتسوي ويوي يقعدوا الناحية التانية، وبيرجع كينجي بالمركب للناحية التانية ومعاه أبوه علشان يشيلوا عليه العجلات بتاعتهم. لكن الدنيا بتمطر جامد لدرجة إنها بتغير حركة مية النهر تماما، وبياخد يوشي وبيغرق. وبيحاول كينجي إنه ينقذ أبوه، لكن كل اللي بيلاقيه هو الباروكة اللي كان أبوه لابسها. وبيعيطوا كلهم على موت يوشي، وبيفضلوا الفترة جنب النهر يمكن يطلع بس مش بيرجع، فبيكملوا طريقهم على رجليهم علشان العجل غرق هو كمان في النهر، بس بيقدروا يصمدوا لحد ما بيجي عليهم اليوم رقم 94 من ساعة الكارثة، وبيفضلوا ياكلوا من الأكل اللي تناكا اداهولهم. وفجأة وهم ماشيين على قضبان القطر بيطلع لهم كلاب مسعورة، وبتهاجم الكلاب ميتسوي وبيخليها تقع من على الطريق، وبيجري عليها ولادها علشان ينقذوها، لكن بيلاقوا إن رجليها اتكسرت، فبيشيلوها ويرجعوا يكملوا طريقهم على قضبان السكة الحديد. وللأسف بتشوفهم الكلاب وبتهاجمهم تاني، وفجأة بيسمعوا صوت القطر جاي، فبتستخبى الكلاب وبيقف القطر وبيركبوا كلهم، وبيكون القطر ده هو الوحيد اللي شغال علشان بيشتغل بطاقة احتراق الفحم، وبيبقى فيه ناس مسافرين بالقطر، ولما بيشوفوا ميتسوي بيساعدوها وبيعالجوا رجلها المكسورة. وبتبقى مية النهر جرفت جسم يوشي على جزء ضحل من النهر، فبيفوق وبيطلع إنه لسه عايش، وبيعرف إنه يمشي وبيوصل للشاحنة قريبة منه، وما بيشوفوش القطر اللي عليه عيلته، فبيستخدم شمروخ وبيولعه عشان يخلي المسافرين اللي على القطر يشوفوه. ولحسن حظه القطر بيقف، وبتتفاجئ العيلة إن يوشي لسه عايش، وبيفرحوا جدا إنهم رجعوا تاني سوا من جديد، وبيسافروا بالقطر لقرية جدهم. وبعد فترة طويلة بيعرفوا أخيرا إنهم يوصلوا لأبو ميتسوي اللي حياته بتكون غيرهم وما تأثرتش بحاجة خالص، وبيعيشوا معاه في الريف. وبعد 2 و126 يوم من وقوع الكارثة بتكون العيلة بخير وعايشين مع أبو ميتسوي في القرية حياة بدائية بسيطة، بيصطادوا السمك وبيفصلوا لبسهم بنفسهم من القطن. وفي يوم بيصحى يوشي على صوت المنبه وهو بيرن، وبيكتشف كل سكان القرية إن الكهرباء رجعت أخيراً تاني، بيشتغل الأنوار في كل مكان. وبعد أسابيع بترجع العيلة تاني لحياتها الطبيعية في مدينة طوكيو. وبتقول الأخبار إن سبب انقطاع الكهرباء لمدة 2.5 سنين ممكن يكون نتيجة توهج أشعة الشمس وتأثيرها على الكهرباء، وفي ناس تانية بيعتقدوا إن سبب ده إرهابيين، ومحدش بيبقى عارف إيه هو السبب بالظبط. وفي الآخر بتوصل لهم صورتهم لما كانوا في طريقهم للقرية، ترجعوا في نفسهم قد إيه إن انقطاع الكهرباء ده علمهم إنهم ما يستهونوش بأي نعمة، والأهم إنهم قدروا يقدروا قيمة العيلة، وإنهم وهم سوا هيقدروا يعدوا من أي محنة. لو وصلت لهنا فأنت من الجدعان، ما تنساش اللايك الحلوة وتقولي في الكومنتات تحب الفيلم الجاي يكون إيه. وشكرا إنك اتفرجت للآخر.